الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا بائعا في أرض طيبة عنبرا بجوار أحمد لا تبيع العنبرا، إن الصلاة على النبي وآله يجدو بها من شاء أن يتعطر، صلوا على خير البرية تغنموا عشرا يصليها المليك الأعظم، صلى الله عليه وعلى آله ومصابيح الدجى وأصحابه ينابيع الهدى وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، حيث أنها خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي وصية الله لعباده المؤمنين خاصة، حيث يناديهم الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من الشاكرين، وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. آمين اللهم آمين. أيها المسلمون، لكل عمل جزاء، فاختر لنفسك عملا تحب أن يجازيك الله به. هذا هو عنوان خطبتنا لهذه الجمعة. لكل عمل جزاء، فاختر لنفسك العمل الذي ستقف بين يدي الله وتحب أن يجازيك الله به، فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. إذن إخوة الإيمان، إن لله سنن في هذا الكون يسير عليها العباد، لا تختلف ولا تتبدل، بها تنتظم الحياة ويقام الحق ويسود العدل وتطمئن النفوس وتحفظ الحقوق وتؤدى الواجبات، وهي سنن تجري في جميع أحوال البشر وعلاقاتهم مع ربهم ودينهم أولا، ثم علاقاتهم مع بعضهم البعض ومع الكونهم. إنها سنة الجزاء من جنس العمل، فاختر لنفسك ما هو العمل الذي تحب أن يجازيك الله به. فتش، وهكذا اذهب بعقلك يمينا ويسارا وانظر ما هو أحب الأعمال الذي عملته لله جل وعلا فتحب أن يجازيك الله به، فداوم عليه. فجزاء العامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال أيضا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي المقابل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إذا كان هذا الخطاب لأفضل من وطأ الثرى، إذا كان هذا الكلام لحبيب الله ونبي الله للمعصوم من كل مكروه وذنب، قال له: اعمل ما شئت فإنك مجزي به، فماذا أقول أنا وأنت؟ وكلنا ذنوب وكلنا معاصي، فما هو العمل الذي نحب أن يحاسبنا الله عليه ونحب أن يكون خيرا أمام الله جل وعلا؟ فاختر لنفسك العمل الذي تحب. اعمل ما شئت فإنك مجزي به، فإذا عملت خيرا ستجد الخير في الدنيا قبل الآخرة، وإن عملت شرا مهما كان صغيرا أو كبيرا ستجد الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. وما ربك بظلام للعبيد. قال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فاعتدوا فكان الجزاء من جنس العمل. يقول الله عز وجل عن حال هؤلاء من بني إسرائيل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عوقب هؤلاء الذين احتالوا على أمر ربهم أنهم مسخوا فحولهم الله إلى قردة خاسئين. والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئا صورته صورة مباح ولكن حقيقته غير مباح، فقد احتالوا ونصبوا واحتالوا على رب العالمين. فكم هم اليوم الذين يحتالون على الله جل وعلا؟ كم هم اليوم الذين يكونون بوجه أمام الناس وبينهم وبين الله يهتكون ستر الله عليهم ويعملون المنكرات ولا يبالون الله راض عنهم أم ساخط عليهم. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. كم هم اليوم المحتالون على عباد الله الذين يحتالون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل؟ كم هم اليوم الذين يحتالون بألسنتهم على عباد الله ويقلبون الحقائق ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقلبون الباطل حقا والحق باطل؟ كم هم اليوم المحتالون؟ هؤلاء من بني إسرائيل احتالوا على الله. أتدرون ما كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون يوم السبت محرم عليهم الصيد، فكانوا يأتون بالشباك يضعونها يوم الجمعة ولا يذهبون ولا يأخذوها إلا يوم الأحد، ويقولون أننا لم نذهب إلى الصيد يوم السبت. احتالوا على الله، احتالوا عليه فحولهم الله الجزاء من جنس العمل. حول الله صورهم إلى قردة، فصورة القرد شبيها بالآدمي نعم ولكنه ليس بآدمي، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل. فاختر لنفسك ما هو العمل الذي تحب أن يجازيك الله به. انظر إذن في المقابل من طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارا لله جل وعلا وتحمل لأجله المشاق فيما في سبيل مرضاته وطاعته سبحانه جل في علاه. من قام في صلاة الفجر وذهب إلى الصلاة في المسجد جماعة وتعب وتوضأ بالماء البارد خفف الله عليه الوقوف يوم القيامة وسهل عليه. وأن من آثر الراحة هنا والدعاء والبطالة والنعمة والنوم طال عليه الوقوف ذلك اليوم واشتدت مشقته عليه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فما هو العمل الذي تحب أن تقف في ذلك اليوم الثقيل حتى يسهل عليك الوقوف أمام الله؟ فمن سبح الله ليلا طويلا لم يكن ذلك اليوم ثقيلا عليه أبدا، لم يكن ذلك اليوم ثقيلا عليه بل ميسر عليه الحساب. إذن أيها المؤمنون عباد الله لنتذكر جميعا هذه السنة الإلهية الربانية، نتذكرها ونجعلها أمامنا أن الجزاء من جنس العمل. نتذكر هذا الميزان في عبادتنا، في أعمالنا، في سلوكياتنا، في علاقاتنا مع بعضنا البعض لكي تستقيم نفوسنا على الحق والخير. في زمن كثر فيه البغي، كثر فيه الظلم، كثر فيه التعدي والكبر، في زمن كثر فيه سوء الظن بالله جل وعلا وبعباده المؤمنين، في زمن كثر فيه التقصير والتفريط في الحقوق والواجبات. في هذا كله لنتخذ لنا أيها المسلمون الجزاء الطيب بحسن العمل الطيب، لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل منك يا عبد الله إلا العمل الطيب الخالص. قال أحد الصالحين، اسمعوا إلى هذا، قال: الحسنة لا تضيع على ابن آدم أبدا، لأن الله قال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والذنب لا ينسى أيضا ولو بعد حين، والديان هو الله عز وجل حي لا يموت. إذن يا ابن آدم اسخر كما شئت واضحك على من شئت
واحتال على من شئت، واعتدي على من شئت، واجرح من شئت بلسانك، واحسن إلى من شئت، وأظلم من شئت، واسفك دم من شئت، وتكبر على من تشاء، فلا يضيع عمل عامل منكم عند الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالعدل الذي هو الله جل وعلا لا يظلم أحد. قال الله جل وعلا: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال الله جل وعلا أيضا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال ابن كثير رحمه الله: أي نسلط الظالمين على بعضهم البعض وننتقم من بعضهم البعض جزاء على ظلمهم وبغيهم وتكبرهم على الله وعباده في الأرض، فاللهم لا تجعلنا من الظالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام النفيس. قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر. اسمع مثلا، انظر، فمن ستر مسلما ما هو الجزاء؟ ستره الله. من ستر مسلما ستره الله. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما هو المعسر؟ أي أنك أدنت شخص فلوس فيسرت عليه، يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. إذن فديننا دين المعاملة. ما هو العمل الذي تحب أن تقابل الله به سبحانه وتعالى؟ يقول أيضا: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما هي الكربة؟ أنك نفست عليه هما وغم، أنك موظف في وزارة ما وتستطيع أن تعامل له في هذه الوزارة، فأخذت الأوراق والملف وذهبت وعاملت له هذه المعاملة، فوضعت الأوراق بين يديه وقد فأتممتها، فرجت كربته، نفست همه، رسمت الابتسامة على شفتيه من أجل الله، لا تريد أجر ولا رشوة، الأجر من الله، سيفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. قال: ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. ومن تتبع عورة أخيه المسلم بكلامه بلسانه بيده تتبع الله عورته. ومن ضار مسلما أي سعى وراء مسلما بالضر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الدين المعاملة: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. هذا من ضار أخاه المسلم ضار الله به. ومن شاق على أخيه المسلم شاق الله عليه. ومن خذل مسلما في موضع يحب فيه نصرته خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. ومن سمح عاش بالتسامح، عاش بالعفو، سامحه الله جل وعلا. من عاش سمحا في حياته في أقواله وأفعاله سامحه الله جل وعلا. والراحمون يرحمهم الرحمن. تريدون رحمة الله؟ تريدون الغيث من السماء؟ تراحموا فيما بينكم، طبقوا هذا المبدأ العظيم، الرحمة في أوساطكم مع بعضكم البعض، في وظائفكم، في منازلكم، في حاراتكم، سيرحمكم الله ويغدق عليكم من نعمه، لأن الجزاء من جنس العمل. لكن عندما قست القلوب، الأرض لا تضيق بسكانها ولكن القلوب تضيق على بعضهم البعض. فتراحموا يرحمكم الرحمن، لأن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. ومن أنفق الله عليه، ومن عفى عن حقه عفى الله عن حقه، ومن تجاوز الله عنه، ومن استقصى حقي ولا ما سبرت، من استقصى الله عليه. من قال أنا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد استقصى الله عليه. انظر يرحمك الله أيضا إلى هذه القصة: بروا آباءكم تبروا أبناءكم. قلت ما سمعتم فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها المسلمون، الجزاء من جنس العمل. اختر لنفسك العمل الذي تحب أن يجازيك الله به.
انظروا إلى هذا أيضا: بروا آباءكم يبركم أبناءكم، بروا آباءكم يبركم أبناءكم. قبل أكثر من 50 عاما حج رجل مع والده الذي بلغ من العمر عتيا، وكانوا وقتها يركبون الجمال وهم في قافلة، فأراد الرجل الكبير أن يرتاح قليلا من السفر وحرارة الشمس تحت ظل شجرة، واستمرت القافلة بالسير، وجلس الابن مع أبيه، فلما ارتاح قليلا حمل أبيه على ظهره وانطلق يجري به ليلحق بالقافلة. يقول الابن فجأة وإذا بأبي يبكي ودموعه تنحدر على كتفي، فقلت: ما لك يا أبي؟ والله إنك أخف على ظهري من نسمة الهواء. قال: والله ما أبكي من أجل هذا، ولكني في هذا المكان بالضبط، في هذا المكان قبل فترة من الزمن حملت أبي على ظهري، فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما تدين تدان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالجزاء من جنس العمل. الآخر أخذ أباه، لماذا؟ إلى أين يريد؟ أخذ أباه لكي يرمي به من مكان شاهق إلى الوادي، هذا عقوق، فأخذه ووصل به إلى مكان، فإذا بالأب ينظر إلى المكان ويبكي. قال: يا بني قدمني إلى ذلك المكان هناك. فقال: لماذا؟ قال: أنا جئت بأبي ورميت به من هنا. سبحان الله. فالجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم تبر بكم أبناءكم. هكذا مثل ما تدين تدان. لما غابت هذه السنة الربانية في حياتنا إلا من رحم الله، فخسرنا الكثير من الأجور، خسرنا الكثير من الحسنات، حرم الكثير منا رحمة الله وتوفيقه ولطفه، ومضى قطار العمر ونحن في غفلة، فما زادت حياتنا إلا تعاسة وشقاء. ورأينا سنن الله تجري على الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول ولم نتعظ، وضعفت صلتنا بربنا، قصرنا في عباداتنا، زادت المعاصي والمنكرات في أوساطنا، سفكت الدماء في بلادنا، وظهر الظلم والبغي، واستطال المسلم على دم أخيه وعرضه وماله دون وجه حق، فساءت العلاقات وثارت الخلافات وتأججت العصبيات في كثير من بلاد المسلمين. كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، حتى نسينا الله فنسينا الله جل وعلا، ووكلنا إلى أنفسنا جزاء وفاقا. ولو أننا وضعنا هذه السنة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وضعناها نصب أعيننا حكاما ومحكومين، أحزابا وجماعات، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، رجالا ونساء، لصلحت أحوالنا واستقامت نفوسنا وتبدلت أحوالنا. إذن أيها اليمنيون، إذا أردتم رحمة الله تنزل عليكم، إذا أردنا الأمن والاستقرار فكفوا أيديكم وألسنتكم وأموالكم ومناصبكم على البغي والحرام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكفوا أيديكم عن الظلم والعدوان عن بعضكم البعض، وعيشوا مع بعضكم بتراحم وحب ووئام، يحقق الله الرحمة في أوساطكم ويحقق لكم الأمن والاستقرار. فالجزاء من جنس العمل. اعلموا أن إمهال الله عقوبة واستدراج، فلا يغتر أحد بحلم الله عليه. وتذكر يا من تتجرأ على حرمات الله، وتذكر يا من تتجرأ على عباد الله، أن الجزاء من جنس العمل، عاجلا أو آجلا، فمثل ما تدين تدان. عباد الله، لكل عمل جزاء في الدنيا والآخرة، فاختر لنفسك من الآن يا عبد الله ما شئت أن يجازيك الله به، واعمل ما شئت فسوف تجزى به. أسأل الله أن يجعل أعمالنا خيرا، أسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعل أعمارنا أواخرها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووحد صفوفنا ولم شعثنا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تجعل لنا ولبلادنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل ظالم نجا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين اللهم آمين. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عظيما تنبيه لكم وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم ونحن معهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين اللهم آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.